نحن سعداء جدا اليوم أن نلتقي بفخامة الرئيس عبد المجيد تبون لنعبر له حقيقة ما بذله من جهد لديه قيمة كبيرة لدى الرياضيين الأفارقة، ولم يبارح ذهننا أبدا أن يكون هنالك صرح لنيلسون مانديلا بهذه الضخامة والفخامة في أرض الجزائر، وده تعبير عن الامتداد أعتقد الطبيعي جدا لأرض شهدت إبان استقلالها كل هذا الصراع من أجل الاستقلال والحرية. 1.5 مليون شهيد على أرض الجزائر، رويت أرضكم بدمائهم هو تعبير صادق عن هذا الشعب العظيم. أيضا نرى بكل جدية ومنونية بأن هنالك نتاج حقيقي على أرض الواقع. استضافت الجزائر العديد جدا من المنافسات الرياضية القارية والدولية على أرض الجزائر، ونشكر فخامة الرئيس على كل هذه الصروح الرياضية التي تم بناءها في عهد فخامة الرئيس، وعلى اهتمامه بالشباب. إفريقيا هي قارة الشباب، هؤلاء الشباب يجب أن نحصنهم. أعتقد أن دور الرياضة في الأول ليس تحقيق النتائج ولكن تحقيق السلم الاجتماعي، وأن نرى بأم أعيننا هؤلاء الشباب يجهزون لأخذ الراية فيما بعد جيلا بعد جيل من أجل إفريقيا ومن أجل الجزائر ومن أجل الإنسانية جمعاء.